السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في حلقة النهاردة عن ميدان التحرير. في البداية تعالوا نعرف نبذة عنه. اللي أنشأ الميدان هو الخديوي إسماعيل، وعشان كده أول اسم اتسمى بيه كان ميدان الإسماعيلية نسبة للخديوي إسماعيل. وفي ثورة 1919 اتسمى ميدان التحرير تعبيرا عن التحرر من الاستعمار. ولكن في فترة من الفترات ميدان التحرير كان الناس بيطلقوا عليه اسم ميدان العبيد، وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة. بس يا ترى هو ليه اتسمى كده؟ في مسجد مشهور في ميدان التحرير اسمه مسجد عمر مكرم. المسجد ده قبل ثورة 52 كان اسمه مسجد الشيخ محمد العبيد، وده كان أحد رجال الدين اللي عايشين في مصر في القرن الثاني عشر الميلادي، وكمان له ضريح في المسجد، ومن هنا الميدان اتسمى باسمه ميدان العبيد. المثير في القصة إن الملك فاروق كان عاوز يعمل تمثال للخديوي إسماعيل في ميدان التحرير تكريما له، لأنه هو أصلا اللي أنشأ الميدان زي ما قلنا. فطبعا ما كانش هينفع التمثال يقابل مسجد اسمه مسجد العبيد. فالملك فاروق قعد يفكر، تعمل إيه يا ملك يا فاروق، تعمل إيه يا ملك يا فاروق. فقرر إن هو يغير اسم المسجد ويسميه مسجد الملك فاروق. ولكن ممكن الاسم ده يفضل برضه موجود، والموضوع وقتها يعمل له مشكلة كبيرة، لأن الناس ممكن بينها وبين بعض تقول الملك فاروق العبيط. فقرر إن هو ياخد قرار حاسم في تحدي واضح إن هو يمحي اسم العبيط تماما. فقرر إن هو يهد المسجد ويعمل مسجد تاني، ولكن ملحقش، وقامت ثورة 52 وفضل المسجد موجود، بس برضه اتغير اسم المسجد، لكن المرة دي لاسمه الحالي مسجد عمر مكرم. عمر مكرم ده كان قائد المقاومة الشعبية ضد الحملة الفرنسية على مصر، وكمان كان سبب رئيسي في وصول محمد علي باشا لحكم مصر عام 1805. ودي كانت قصتنا النهاردة. شكرا، ونشوفكم في حلقة جديدة.